فك الشخوره للحمام بكذا طريقه، وبيجي من ايه اسبابه وعلاجه. تمام. هنفتح الحمام، الجو جميل، جو شتاء، الدنيا ضباب والسما قافله، مفيش شمس. هنفتح الحمامتين، هنمشيهم ونقعد نتكلم مع بعضينا ونشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. اهو يلا مسود كده خلاص. قفل بيبانك، نقلب لك بقى الكاميرا. خلي بالك انا ما بخافش على الحمام، بخاف على الحمام ما يفتحلوش. اهو بيجي من ايه وازاي اقدر اتعالج منه. ذكر عاشق ذكر، ذكر راكب لور، ذكر ماسك ذكر وعماله ينزل في العالي ينزل في الواطي، يروح شمال يروح يمين. اقول لك تتفادى القصه دي ازاي؟ كل ما بالجو يكون ساقعه كل ما الغريزه بتصحى في الكائن اللي هو الحيوان او الطير. فاهمني؟ زي ايه؟ عايز يتجوز، عايز يتجوز، فبيروح يركب له دي كوره كلها ما اتجرحتش. دي كوره ما اتجرحتش. الحاجه التانيه، الناس اللي بتكلف علف ده بيسخن الحمامه زياده عن اللازم، ويخليها تكبر وتصرف وتكر وتقوق وتعيط عشان تركب ذكر تاني او تركب لون. خلي بالك انت ممكن حمام كتير يتضرب لك بسبب الطريقه دي. في حمام كتير يتضرب لك بسبب ان هو مشخر وانت مش واخد بالك. في حمام بتحطه على الظهر يجي يحط بيقوق قويق ايه؟ قويق عادي، وفي بيقوق قويق مشخر. فانت تخليك مستنبه لحتت تكات صغيره كده في الغيه، بس تكون مستنبه وعارف. خلي عندك الملاحظه كده. عندك العلف وعندك الحمام اصلا لوحده في التوقيت المعين ده وقت الفرخ بيبقى عايز ايه؟ مشخر، عايز يتجوز. وقت فتح الحمام بدري والشمس طالعه، دي برضه تخلي الحمام بتاعك يشخر. طلعت حمام الكوره بتاعتك وطلعت كام زغلول بتخليه شخر. شم انتايه في الغيه بتخليه شخور برضه. طب علاجه ايه؟ ما تلفش علف. خلاص قصه العلف دي والعيش امره منتهي في الغيه. الحاجه التانيه ايه؟ مجيش افتح الحمام والدنيا كشف. مجيش افتح الحمام والدنيا كشف، دي حاجه. ومجيش يبقى مثلا فرد حمام. تعالى كده معايا عشان برضه اخواتي ايه المعلومه توصل لهم. مجيش مثلا الذكر ده بايظ على الذكر ده. تعالى كده بس نجيب حمام بس واقف. الذكر ده اهو بايظ على الذكر ده، يبقى واحد فيهم هيتنقل وما افتحهمش مع بعض. واحد فيهم هيتنقل وما يتفتحوش على بعض. خلاص ده يتفتح يوم وده يتفتح يوم. تمام. انا ممكن اعمل حركه ان انا افتحهم كلهم على بعض في قصه التشميس عشان احفظ تلوين الحمام لبعضه، لكن غير كده انا هبوظ الحمام. تمام. بص في واحد اهو الحمام كده ايه